يا بيا دار يا حبيبتي. Welcome back to school finally. هلو ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يوم مش عادي خالص. النهارده يوم بالنسبه لي متسجل في الميموري وفي التاريخ. اول يوم للارا في المدرسه، اول لانش بوكس، وده كان كريم قال لي انا هعمله لها. اول لانش بوكس ده انا هعمله لها. وكريم من النوع اللي بيحب الحاجه صحية شوية كتير، يعني ما فيش حاجة اسمها سكريات كتير، ما فيش حاجة اسمها مواد حافظة. عمل لها البروتين لانشون وبيض بالسمنة البلدي، والبيض بيعملي اومليت عشان خاطر لو اتعمل عادي بيدخل لجوه ساندويتش، هيخلي ساندويتش لما تيجي تقطم منه يبصبص كده. لازم يبقى ساندويتش محكم جدا، لازم يكون ساندويتش بيفتح النفس. وعلشان خاطر لازم يكون في نسبة من السكر الصحي، حطينا شوية عنب ونوع من الخضار طماطم كده. اللانش بوكس صحي نوعا ما. انا بقى ايه، علشان خاطر عارفة اني اصحابها في الكلاس معاهم عصير، فلازم احط لها عصير. وده اول لانش بوكس اتعمل للارا. بالنسبة لي انا افتكرت ذكريات زمان اما كنت بروح المدرسة ومعايا ساندويتش في كيس كده، ومحشي ورز بلبن ورز بالخضار وحته لحمه. يعني انا من الجيل ده، جيل العظماء ده. دلوقتي الجيل متدلع، لازم نحط فاكهه ولازم نحط مكسرات ان وجدت، لازم نحط خضار، لازم عصير. يعني مش عارف، الجيل نفسه متدلع. كل سنه طيبين. انا الايام دي انا حسيت بماما زمان لما كانت بتعمل لنا، احنا 4 اخوات. وعايزه اقول لكم حاجه بقى، انا بالزمزميه بالنسبه لي دي انا جبتها عشان خاطر زمان انا كان عندي زمزميه كبيره لونها اورنج، ولا اختي توأمي كان معاها زمزميه كبيره لونها جرين، فكنت بحس ان انا ماسكه كورديل في المدرسه. ما حدش يكلمني، انت تجيب حد يكلمني اللي يكلمني، يعني ما حدش انا خلاص معايا زمزميه كبيره. وكده خلصنا اللانش بوكس بتاع لورا. وسنة سعيدة يا رب عليها وعلى كل الطلاب وعلى كل الأهالي يا رب، وبالنجاح كده الدايم. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش الاشتراك في القناة، والفيديو ده للميموري وللذكرى عندي. وباي باي. يا بيا دار يا حبيبتي.